اجتاحت خلال الفترة الماضية مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الاشتياق من قبل بعض نجوم الفن ورواد مواقع التواصل إلى تكريم الفنانة القديرة عبلة كامل في الدورة الجديدة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك تكليلاً لها ولمسيرتها الفنية، وهو الأمر الذي قابلته الفنانة بالرفض. كشف الفنان محمد رياض رئيس مهرجان المسرح المصري عن إمكانية أن يكون اسم الفنانة الكبيرة عبلة كامل مطروحاً للتكريم خلال الدورة المقبلة من المهرجان، قائلاً إن اسمها مطروح للتكريم في كل الدورات السابقة. وتابع: عبلة كامل ممثلة ونجمة مسرحية من الطراز الأول، شوفتها في معظم العروض اللي كانت بتعملها، وهي تستحق التكريم مسرحياً وسينمائياً ودرامياً بامتياز، لأنها مؤثرة في كل المجالات دي، لافتاً إلى أن المشكلة الوحيدة أنها لا تحب الظهور. كما علق المخرج يسري نصر الله على غياب الفنانة عبلة كامل عن الوسط الفني منذ فترة طويلة، وقال يسري نصر الله خلال لقائه مع الإعلامية: إنجي أنور عبلة كامل حرة في اختفائها، وأحسن بكتير من إنها تقول اعتزلت عشان الفن حرام. وأضاف: هي قررت عايزة تقعد في بيتها وحاسة إنها مجهدة، وأنا ساعات بيجيلي نفس الإحساس من الأضواء طول الوقت. ومن جانبه طالب يسري نصر الله مهرجان القاهرة السينمائي بتكريم الفنانة عبلة كامل مؤخراً، حيث شارك متابعيه منشوراً له عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك جاء فيه: مش آن الأوان بقى نكرم ست الكل عبلة كامل. وتعاونت الفنانة عبلة كامل مع عدد من أشهر نجوم الدراما والسينما المصرية والمسرح طوال مسيرتها، وكان أبرزها مع يوسف شاهين في وداعاً بونابرت، مسرحية وجهة نظر بطولة محمد صبحي، مسلسل ليالي الحلمية، وغيرها من الأعمال التي تركت بصمة لدى الجمهور. يذكر أن آخر مشاركات الفنانة عبلة كامل الفنية كانت بالأداء الصوتي لفيلم الفارس والأميرة، تأليف وإخراج بشير الديك. يذكر أنه في ظل استمرار المطالبات بتكريم عبلة كامل، خرجت الإعلامية لميس الحديدي وقالت إنها تواصلت معها واطمأنت عليها، حيث أعربت عن سرورها بتذكر الجمهور لها ومطالبتهم بتكريمها، لكنها في الوقت نفسه لا تستطيع الخروج من منزلها إلا نادراً، ولا ترغب في حضور الفعاليات الفنية أو المهرجانات. وأرجعت كامل امتناعها عن الظهور إلى أسباب خاصة بها من دون أن تكشف عن طبيعتها وتكتمت عليها، ولكن الحديدي حرصت على أن تنقل لها محبة الجمهور وتخرج منها برسالة لهم. وقبل خروج عبلة كامل للرد وتوضيح موقفها من التكريم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أكد مدير المهرجان المخرج أمير رمسيس أنه يعلم جيداً مدى رفض عبلة كامل الظهور في أي فعاليات، وهذا كان واضحاً من موقفها تجاه دعوة نقيب الممثلين أشرف زكي لحضور تكريمها في مهرجان الدراما، كما شدد على ضرورة احترام قرارها الشخصي. ويشار إلى أن آخر أعمال عبلة كامل كان الجزء الخامس من مسلسلها سلسال الدم، وابتعدت بعده عن الساحة الفنية منذ عام 2018، وبعدها كثرت الشائعات حولها بسبب هذا الغياب، من بينها أنها مصابة بمرض السرطان. وكان قد أثار محمد الباز الجدل بعد أن نشر محمد الباز عبر صفحته على فيسبوك فيديو له تحدث فيه عن هذه المطالبات، وقال: هل الفنانة عبلة كامل تستحق التكريم في مهرجان سينمائي؟ أنا شايف أنها تتكرم في مهرجان درامي يحتفي بالدراما التلفزيونية. وتابع: عبلة كامل وجودها السينمائي غير مؤثر رغم مشاركتها في أفلام مهمة مثل هيستريا ومرسيدس وسيدات آنساتي، لكن وجودها السينمائي ارتبط بأفلام تافهة مرتبطة بأفلام اللمبي وخالتي فرنسا وكلم ماما وبلطية العايمة وعودة الندلة، وهي مجموعة من الأفلام التي يمكن أن نعتبرها أحط أفلام في السينما المصرية. وأكمل: هذا لا ينفي محبتي لعبلة كامل، ويكفي أيقونتها الشهيرة فاطمة كشري في لن أعيش في جلباب أبي، لكن في السينما لم تقدم أعمالاً. ورفض المخرج يسري نصر الله تصريحات محمد الباز الذي وصف خلالها الفنانة عبلة كامل بأنها مش بتاعة سينما وأدوارها غير مهمة، معلقاً: ده كلام فارغ، لما نمسك أفلام عبلة كامل غير مسلسلاتها العظيمة إزاي نقول مش بتاعة سينما؟ وأضاف: لو عجبك مرسيدس وسرقات صيفية والمدينة وبلطية العايمة وخالتي فرنسا، أو مش عجبك دي حاجة تانية، لكن أنا رأيي إنها أفلام مهمة جدا وعبلة كامل سينمائيا موجودة. لكن السؤال: هل الفنانة عبلة كامل تستحق التكريم في مهرجان سينمائي؟
انا شايف انه عبلة كامل ممكن تتكرم اكتر في مهرجان درامي. هقول لك عبلة كامل وجودها السينمائي مش وجود مؤثر قوي، رغم ان هي شاركت في افلام مهمه.